الفترة الأخيرة كنت بعمل انريفيوز لناس فرونت اند عشان أعينهم عندي في الشركة، والحقيقة إن أنا تعبت. الموضوع صعب جدا، مرهق جدا، بتبذل مجهود غير عادي عشان تطلع شخص كويس، ودي حاجة يفترض إنها ما تبقاش موجودة في سوق العمل بتاعنا. مش معقول يكون عندنا الناس دي كلها ويكون الناس دي كلها بيطلع منهم العدد القليل ده الكواليفايد إن هو يشتغل. الفترة الأخيرة كان في ترند موجود في الخليج اللي هي فكرة يلا نفتح شركة في مصر. ناس كتير جدا عايزين يفتحوا شركات في مصر، ناس كتير بيتواصلوا معايا عشان نعين لهم ناس ويبتدوا ان هم يشتغلوا معاهم، ولكن الموضوع مرهق بشكل غير عادي. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن كل الانسايتس اللي حصلت الفترة الأخيرة في الانترفيوز اللي عدت، وهعرفك ازاي بنقيمك كفرونت اند ديفلوبر عشان تعمل حسابك من دلوقتي على التغيرات اللي بتحصل في سوق العمل وتظبط نفسك قبل ما تتفرم وما تلاقيش لنفسك مكان في المجال ده اصلا. فيلا بينا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا علي شاهين، المدير التنفيذي لشركه IT Legend. لو عايز تستفيد من خبرتي في البرمجه وفي البيزنس وفي الحياه، اشترك في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها، وهتلاقي في الديسكربشن لينكات كتير قوي هتساعدك ان انت تدخل مجال البرمجه، كورساتي المجانيه، كورساتي مدفوعه، معلومات التواصل بتاعتي اللي من اهمها قناه التليجرام. هتلاحظ ان انا بادئ الفيديو وانا متضايق ومش في افضل حالاتي، وده لان بصراحه بذلنا مجهود كبير جدا الفتره اللي فاتت عشان نعين ناس فرونت اند، والموضوع بصراحة عمال يبوء بالفشل، والاسباب هنتكلم عنها في الفيديو بالتفصيل، وهعرفك حاجات كتير ان شاء الله باذن الله هتساعدك. الاول انا اتكلمت عن الفرونت اند وازاي ان انت تتميز في المجال ده، وازاي ان انت توصل فيه لحاجه كويسه وتبقى حد مميز وسط الزحمه الكبيره قوي اللي فيه، في الفيديو اللي هيظهر قدامك دلوقتي. في الفيديو ده انا فعلا كنت ابتديت قصه الانترفيوز، وكنت ابتديت ان انا اعلم الناس ازاي ان هم يطوروا من نفسهم، ولكن يبدو ان الفيديو اللي فات ما كانش كفايه. الحقيقه ان احنا ابتدينا الانترفيوز عايزين Next.js ديفلوبر. احنا عندنا في الشركه بنشتغل الباك اند بالدوت نت والفرونت اند بالنكست مش بالانجلر، وده الاقتناعي ان Next.js هي افضل وهتبقى افضل كمان الفتره اللي جايه. قلنا الاول يلا نعين جينيورز، ناس مبتدئين، ونبتدي ان احنا نشتغل ونبني مع بعض حاجه كويسه، لان المستويات اللي بتيجي ضعيفه جدا، ناس ما تقدرش انها تشيل معانا شغل، فقلنا خلاص بلاش الجينيورز، وحشين الجينيورز. هاتوا لنا ناس عندهم اكسبيرينس شويه نستثمر معاهم في اكتر عدد سنين خبره، ونستثمر معاهم كمان في سالاريز اعلى شويه. واذ نفاجئ ان حتى الناس اللي بيقولوا ان هم سنه خبره او سنه ونص خبره عندهم مشاكل كبيره جدا، والسبب ببساطه ان طبعا عشان انت صعب تشتغل كفرونت اند ديفلوبر وسط الاعداد دي كلها وانت وحش، فبالتالي بتضطر تروح للفريلانس. الفريلانس لا في حد بيراقب عليك ولا في حد بيقول لك انت بتعمل ايه، انت بتعمل اي شغل والعميل بيشربه وخلص الموضوع على كده، فبالتالي انت ما بتتحسنش، خبرتك بتبقى مكرره، فانت لسه جينيور زيرو خبره اصلا، ما انتش سنه خبره ولا سنه ونص. فالموضوع ببساطه يا جماعه ان احنا ابتدينا نستقبل السيفيز بالكامل، وابتدينا ان احنا نشتغل على الناس. السيفيز كتير قوي، فبالتالي مش هعرف اتعامل مع الناس دي كلها، فقلنا نعمل بروسيس تساعدنا ان احنا نفلتر الناس كويس. بننقي السيفيز الكويسه، طبعا ده بغض النظر عن السيفيز الوحشه قوي اللي كانت بتجيلي، اللي مش متنسقه اصلا تنسيق كويس، موجود اللينكات بشكل وحش، او في ناس مش حاطه مشاريع اصلا، او في ناس اصلا بعته غلط، واحد مثلا بيشتغل انجلر وبيشتغل نيكست وبيشتغل فيو. فانا النهارده هجيبك على ايه بالظبط؟ بلاقيك مشتت، مش هجيبك اصلا. فاقصد اقول لك ان في مشاكل في السيفيز نبقى نتكلم عليها ان شاء الله في وقت تاني. جمعنا السيفيز الكويسه بندخلهم HR ان ريفيو، وده بيتعمل لك فيه تيست، شويه الوان كده انت بتختار منها، بيديني سكاننج عن شخصيتك، بروح مفلتر الناس اللي دخلت. يعني انا مثلا معايا 100 CV، بطلع منهم مثلا حوالي 20 30 CV، بيطلع لي من HR ان ريفيو مثلا 10 15 CV، باخد ال 10 15 دول ابعت لهم تاسك. التاسك دي عباره عن فايل فيجما، وانا عاوزك تطبق فايل الفيجما ده زي ما هو مع شويه فانكشناليتي عشان تعرفني هل انت حد كويس ولا لا، فما تضيعش وقتي لما نيجي نعمل انريفيو تكنيكال عندنا في الشركه. المفاجاه الكبيره يا جماعه اللي كانت بالنسبه لي ان انا النهارده لما يكون عندي 20 واحد اتبعت لهم ملف الفيجما ده، تخيل ان مفيش غير 4 أو 5 عملوا لي اليو اي قريبه من فيجما بنسبه 80 85%، يعني حتى ما وصلش ل 90، ما وصلش ل 100%. ده معناه ان الناس عندها مشاكل كبيره جدا جدا في تنفيذ اليو اي. قلنا هناخد مثلا ال5 دول نعمل
نعمل لهم تكنيكال انترفيو ونشوف مين فيهم الاحسن ونعينه. تخيل معايا النهارده ان انت تعمل تكنيكال انترفيو، الخمسه يقعوا ومفيش ولا واحد فيهم يعدي، ده بعد كل الفلتريشن اللي انا عملتها دي كلها. السبب ايه؟ انت بتتقيم ازاي كحد فرونت اند جاي يشتغل في شركه؟ بص يا سيدي، اول حاجه بتتقيم على اليو اي، ودي اهم حاجه. ما انت مش هينفع اديلك ملف فيجما والملف يكون جاهز بكل تفاصيله وموري لك الفيو على الديسكتوب والفيو على الموبايل، فتجيب لي اليو اي بتاعتك ضربه او تجيبها لي ضربه في الريسبونسيف. ده معناه ان انت في الضياع. انت بقى سواء انت جينيور سواء انت خبره سنه خبره سنتين، انت في الضياع. انت ما تجيش تقدم اصلا لو انت عندك مشاكل في اليو اي بالشكل ده. انت فرونت اند، ده الف ب فرونت اند، انت المفروض تبقى كويس فيها. تاني حاجه، انت بتتقيم على اساسيات التراك بتاعك الفرونت اند. وانا عارف ان كلمه اساسيات دي بتضايقك، فانا هركنها للاخر شويه. هتكلم على مجالك كفرونت اند. يعني هل ينفع ان انا اسالك اسئله في HTML ما تعرفش تجاوبها؟ هل ينفع اقول لك لو انا عندي ايمج، الايمج دي انا عايز اخليها ليزي لودنج، ما تعرفش تعملها HTML؟ هل ينفع ان انا اسالك في حاجات معينه في CSS ما تعرفش تجاوبها؟ جافا سكريبت بسال مثلا يعني ايه كول باك فانكشن، بسال في حاجات معينه في تفاصيل الاوبجكت، بسال في حاجات في الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. بسال واحد بقول له إيه مثلا هي الجافا سكريبت اوبجكت اورينتد بروجرامينج، بيقول لي تقريبا. بقول له يعني ينفع اعمل كلاس بالجافا سكريبت؟ بيقول لي والله ممكن. ده يعني ده معناه ان انت ما عملتهاش ولا مره بايديك. طب انت النهارده جاي تقدم على اي اساس؟ انت جاي تشتغل على اي اساس فرونت اند؟ ثالث حاجه بقيمك على اساسها فهمك العام للويب بيشتغل ازاي، وفهمك العام للسوفت وير انجينيرنج لايف سايكل شكلها عامل ايه. هل انت الحاجات دي فاهمها ومستوعبها وهضمها، ولا انت واخد شويه فرونت اند وجاي تشتغل وخلاص؟ هتقولي طب يا باشمهندس دي هتفرق معاك في ايه؟ هقول لك لا، ده هتفرق معايا كتير جدا. انا بشتغل على مشاريع السكيل بتاعها كبير، وانت بتشتغل مع ديفلوبرز محترفين. فانت النهارده لو داخل مش فاهم الكلام ده، انت هتتعبنا وهتضيع وقتنا. فانا عايزك تكون فاهمه. رابع حاجه بقيمك على اساس البروبلم سولفنج. هل انت راجل بتعرف تحل بروبلم ولا لا؟ هتقول لي يا عم انا كفرونت اند مالي ومال البروبلم. هقول لك ما انت يا عم الفرونت اند ما بتعرفش تعمل يو اي حتى، اللي هو المفروض ان انت اساسا تكون انت رهيب فيها، انت ما بتعرفش تعملها. بروبلم سولفنج حضرتك انت لازم تكون كويس فيها، لان انت بتواجهك مشاكل كتير جدا. يا جماعه الفرونت اند ده مبرمج. الفرونت اند ده مش مجرد واحد معاه كارتله الوان ومعاه شنطه ايقونات ماشي بيها في الشارع، لا. الفرونت اند ده بيعمل تاسكات برمجه كتيره، وهو الواجهه بتاعتنا، هو اللي بيصدر الواجهه بتاعتنا قدام الناس كلها. فانت النهارده لو في عندك مشكله والمشكله دي انت مش عارف تحلها، انت بتضيع وقتنا وبتعمل مشاكل كتير جدا، وبتفضل تعمل حاجات تحيليه بتبوظ البرفورمانس. ناهيك اصلا ان لو انا اديت لك حاجه البرفورمانس بتاعها وحش وانا عايزك تحسن البرفورمانس بتاعها، هتعملها ازاي لو انت اصلا مش بروبلم سولفر شاطر؟ وانا هنا لسه اصلا ما كلمتكش عن الاساسيات، ودي برضه هاجلها لك شويه لان انا برضه عارف ان انت بتستفز منها. الاربع حاجات دول اي واحده فيهم انت واقع فيها، انت عندك مشكله كبيره. وحرفيا انا كل الناس اللي جولي الفتره الاخيره عندهم مشاكل في الحاجات دي كلها. انا مش عارف انقي واحد يكون هو شايف الفرونت اند بشكله الصحيح. كل ده سببه ايه؟ سبب المشكله الكبيره اللي وصلتنا لحد هنا، وهي اتعلم في 6 شهور وانزل سوق العمل واشتغل وانت هتبقى حلو و100 100. مدخل سريع للغه البرمجه، الكلام الجميل اللي انت بتسمعه في كل الاعلانات والحاجات الحلوه اللي ودانا حرفيا في داهيه. المجال بقى مليان ناس كتير جدا واحنا مش عارفين نعين حد من كتر المصايب اللي احنا شايفينها قدامنا. حبيبي انت ما ينفعش تتعلم في 6 اشهر وتقول على نفسك فرونت اند. انت النهارده عشان توصل لمرحله ان انت تبقى مبرمج وبتعرف تحل مشاكل، تعرف تشتغل في مشاريع السكيل بتاعها كويس، لازم تكون متاسس كويس في مجال البرمجه، لازم تكون عارف اوبجكت اورينتد بروجرامينج، لازم تكون عارف يعني ايه الجوريثمز، لازم تكون عارف يعني ايه داتا ستراكشرز، لازم تعرف تحسن بيرفورمانس. ده انت اكتر واحد محتاج ان انت تشتغل على الحاجات بتاعه البيرفورمانس والكلام ده. وللاسف الشديد لان المشاريع اللي انا شغال عليها دلوقتي مشاريع كبيره، فمش هينفع حد بتاع فرونت اند عادي يدخل فيها وخلاص. هتقول لك بس يا باشمهندس مش ممكن تكون انت مبالغ، مش ممكن تكون انت بتسال اسئله صعبه، مش ممكن تكون انت الملف الفيجما بتاعك ده صعب. اقول لك بس حلو قوي، انا بجهز ان شاء الله للبروسيس هتبقى اوتوميتد عشان اخلي الناس يدخلوا فيها يحلوا امتحان ويحلوا التاسك ويبعتوها مباشره، والكويس يتفلتر ويتبعت لنا بحيث ان احنا نسهل على نفسنا شويه. ولو انت يا عم شاكك ان انا هعمل مثلا تاسك صعبه جدا مثلا او كلام من ده، ادي ملف الفيجما موجود في الديسكربشن. الملف يا جماعه بمنتهى البساطه دي صفحه كورس موجوده قدامك فيها المحتوى. كل المطلوب منك ان لما الفيديو يخلص يجيب الفيديو اللي بعده وتطلع لي اليو اي زي اللي موجود قدامك ده بالظبط. هو ده كل المطلوب. والاسئله بتاعت الانترفيو هي الاسئله اللي انا كنت لسه بقولها من شويه، اسئله كلها بسيطه جدا. انا ما بسالش في حاجات صعبه. يعني انا لسه ما سالتش حد مثلا في الاو او بي، والله العظيم ما سالت ولا سؤال في الاو او بي، ولا سالت حتى سؤال في الداتا ستراكشر، ولا سالت في الالجوريزمز والكلام ده. انتوا وقعتوا احلامي بنسبه كبيره، والله العظيم وقعتوا طموحاتي. ما بقتش عارف اسال في الحاجات دي كلها، عمال اقلل من طموحاتي عشان اعرف اعين واعرف امشي شغلي. بس ده غلط، كل اللي بيحصل ده غلط.
غلط، وانا اتكلمت كتير في الموضوع ده، وانا مش هزهق من الكلام في القصه دي، وهطلع اتكلم عليها مره واثنين وثلاثه، وهطلع كل مره اوريكم مصايب وبلاوي اكتر من المره اللي قبلها، لعل وعسى واحد بس من اللي بيتفرجوا عليا يتعظ ويعرف هو المفروض يعمل ايه عشان يدخل اول شركه برمجه. وعشان كده انا ما بقيمش خبره الفريلانس على انها خبره، انك لما تيجي تشتغل معايا في الشركه وضع تاني، لما تيجي تشتغل معايا في الشركه انا باكد على حاجات معينه لازم استلمها بالطريقه دي، باكد على طريقه كتابه الكود، ودي حاجه بنتشيك عليها. انت بتشتغل بجافا سكريبت ولا بتشتغل بتايب سكريبت؟ انت بتقسم الشغل بتاعك ازاي؟ بتعمل اللي اوت بتاعك ازاي؟ بتكونه ازاي وانت شغال؟ الكومبوننتس بتكلم بعضها ازاي عندك؟ تخيل النهارده ان انا سالت ناس في انترفيو مش عارفين اللايف سايكل كومبوننت بتاعت رياكت بتشتغل ازاي. تخيل يعني، تخيل ان انت النهارده في ناس بتقع في الستيت مانجمنت بتاعت رياكت، يعني مثلا تساله مثلا في ريدوكس، في كونتكست، في زوستانس، في رياكت كويري، في الحاجات دي بيقع في الكلام ده كله. فمعلش يا جماعه، هو انتوا جايين تشتغلوا ايه؟ يعني على راي المسرحيه، انت جاي اشتغل ايه بامانه؟ طالما انت ما بتعرفش تعمل يو اي، طالما انت مش فاهم رياكت، طالما انت عندك المشاكل في الحاجات دي كلها، مين اقنعك ان الفرونت اند هو مجرد شويه حاجات سريعه بنخش بيها المجال بسرعه ما انا كده بقيت مبرمج؟ اللي اقنعك بالفكره دي ادعي عليه، لان هو اقنعك بحاجه غلط، اقنعك بحاجه غلط مش موجوده في سوق العمل ومش هتبقى موجوده الفتره اللي جايه. انتوا خايفين من الاي اي ان هو يحل محلكم؟ يا عم يا ريت الاقي حد اصلا بيعرف يستخدم الاي اي في ان هو يطلع لي حاجه عدله، يا ريت اعرف الاقي ده. ما انت لو ما عندكش معلومه مش هتعرف تعمل حاجه بالاي اي. انتوا ازاي هتلاقوا فرص عمل الفتره اللي جايه بالمستويات اللي انتوا بتقدموها دي يا جماعه؟ ان شاء الله باذن الله استنوني الفتره اللي جايه، انا هعمل باذن الله كده زي بروسيس عامه، زي كورس كده ولا حاجه احطه عندي مثلا في الموقع، احط فيه مثلا امتحانات والتاسك وكل حاجه على بعضها، عشان اخليه اسلوب للايفالويشن بتاعتكم، تقدروا تعملوا بيه ايفالويشن لنفسكم وتشوف انت كويس ولا انت وحش، واعتبرها خدمه مني مجانيه، المهم بس الناس تبقى كويسه. انا حقيقي كل املي في الحياه ان الكوميونتي دي تبقى كويسه. انا لسه لحد النهارده عندي الشغف ان انا اطلع اتكلم معاك واقول لك المشاكل اللي انا بقابلها كشركه، مع اني عارف ان في ناس بعد الفيديو ده هيجي يقول لك اصل انت صاحب شركه وانت بيزنس وانت مش عارف ايه وانت كنت متقل على الناس والكلام ده كله، والحقيقه ان كل ده مش صح. وانا والله العظيم بحاول قدر الامكان اوازن ما بين ان انا صاحب شركه وما بين ان انا بنصحك زي اخوك الكبير. انا في ناس بدلهم فرصه تانية في الانترفيو، بكلمه في التليفون اقول له ذاكر وتعالى تاني، مع ان مستحيل حد يقول لك كده في سوق العمل. ما علينا، ان شاء الله الفتره الجايه هنعمل البروسيس دي بحيث ان احنا نساعدكم ان انتوا توصلوا لمستوى كويس وتقدروا ان انتوا تقيموا نفسكم. انا بتمنى التوفيق للناس كلها، بتمنى الناس كلها تكون كويسه، وان شاء الله باذن الله الانسايتس الجايه عن الانترفيوز تكون افضل من الانسايتس اللي فاتت. واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.